الله يستر. كان انا ذا لانه ما يطلع مرض نفس اللي علمني، لان حرام انت حمام صراحه. طيب كنت اخاف الله. طيب والله اني كنت اخاف الله. قال لي عندي فرخ امه وابوه مات واي احد يوكله وانا تعبت. طيب حلو. حضان هنا وش سويت؟ حضان قلت استقبل لاني محتاج، قلت استقبل لو يموت عندي ما استقبل. هذيك اللي كرهتني بالموهبه ما ادري العلاجات هذه. ها وش سويت؟ ما ياكل ما بيموت. طيب خلاص كل صبح لازم اوكله الصبح واوكله المغرب. حلو. تعرف كيف اوكله؟ شلون؟ اخذ العدس واحطه في فمي واحط شوي ماء وقشره وامسك لونه وعقي لين ينتفخ هذا. يا سلام. شفت؟ وفي الليل يوم يجي هو يوصوص كني امه يدورك واوكله. هذيك الخساره اللي ما بعد. يا ودن هذا الفرخ من كل ما اوكله كبر صارت من مصلحتي. شلون؟ لانه لو شافني يجيني بيدور لك. طيب حلو. وذكروا في فرخ مالهم مو بيجيبونه فمي تقطع صابني شو اسمه دوري شو اسمه شيء هذا. طيب فطريات. حلو. طيب لقمة العيش صعبة يا ولد. طيب حتى مرة جبت لها لي فطور افتخروا بي وافتخرت. عاد اسبوع تميز الصبح جايبها لهم. قالوا انت من يجيبها فلوس؟ بقول بايع حمام ما علموا اني عندي دخل. يا سلام. طال عمرك وانا يا ولد صارت الحمامه هذه كل ما كبرت يا ولد قلت لهذا هذه ما تاخذها الحمامه بشتريها خلاص. تبيها انت؟ بشتريها ليش؟ حنت علي اخو كل ما شغلتني تجيني. يا سلام. وصاروا الناس يشوفون الحمامه تجي قالوا هذا ما هو مس معالج. ما يدرون الحمام هذه اني انا اللي اوكلها في الصبح. هذا خارق ذا. يا اخوي هذا كيف تجي الحمام؟ من يوم تشوفني تطير توقع. اذا عندي ناس ما توقع عندي توقع بعيد هنا. يا سلام. والله يا ابوي كنيم. كأنك امه. عاد بعد مده طول عمرك كرهت هالمهنه هذه تركتها. ليش كرهتها؟ كانت تدخل لك فلوس. طبح بس وكان نفس الحمامه هذه اللي شغلتني تجي. الله. ومن بعدها؟ ومن بعدها صابتني حاله نفسيه اللي هي وش؟ كرهت الحمام، كرهت معالجه الحمام. هذه ما ادري عاد هي ما هو